اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام، كي دايرين؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن حال وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الخبزه الريصانيه اللي غنيه على التعريف، لذيذه وغزاله بزاف في المذاق ولا اروع، بطريقتي تتجي غايه في الروعه. بالنسبه للخبزه الريصانيه تيديروا فيها خضر في خضر، يعني اللحم خضر والبصله خضره، المقادير كلها خضره، وعاد تيعمروا الخبزه وتيدخلوها الطيب. اليوم ان شاء الله نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي غتعجبكم بزاف وناجحه مليون في المية. دوزو المقادير. عندي 500 غرام نتاع اللحم هبره نتاع الغلمي اللي مقطع بحال هكذا طريفات صغار كيف تشوفوا، يعني نصغروا الطريفات تقطع. عندي هنا كذلك 2 معالق نتاع الشحمه كبار عامرين اللي مقطعين حتى هما طريفات صغار. عندي 500 غرام نتاع البصله اللي مقطعه مربعات صغار. عندي 4 كاس نتاع زيت المائده، وعندي الملح على حسب الذوق. هنا بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره مسوحه نتاع راس الحانوت، ماشي المروزيه بوحدها وراس الحانوت بوحدو اللي تنديرو في الرفيسه. عندي واحد الحكه نتاع الكوزه، رشه نتاع السودانيه، راس معلقه صغيره نتاع البزار، ونص معلقه مسوحه نتاع السكنجبير، وربعه المعالق كبار نتاع المعدنوس اللي مفروم شويه غليظ. هادو هما المقادير، ولكن صدقوني تجي واحد الخبزه اللي رائعه. هنا ما تصورش ليا لا فيديو في الاول، درت البصله والزيت والملحه واللحم، صافي هادشي اللي درت، خليتهم تتقلاو على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. زيت المائده اللي داك 4 كاس اللي درت، وكذلك البصله واللحم والملحه في الاول خليتهم حتى تقلاو. طلقت البصيله الماء ديالها واللحم، وزدت عليهم العطريه اللي عندي كامله. بطبيعه الحال الا قلنا الخبزه الريصانيه ضروري من العجينه، وهنا العجينه بطبيعه الحال تيديروا عجينه عاديه. هنا غادي نزيد انا واحد الحاجه اللي غتعطي واحد اللذه خاصه لهاد الخبزه. بالنسبه اللي بغيت ديروا غير خبزه واحده، انا هنا عاجنه الخبز، يعني دايره الخبزه الفيلاليه او الريصانيه، وكذلك غادي نزيد على العجينه خبز اخر. بالنسبه هنا للدقيق اللي عندي، راه عندي انايا كيلو نتاع الدقيق الفورص، وعندي كذلك 4 نتاع دقيق القمح. الا بغيت ديروا غير خبزه واحده غتقبطوا 350 غرام نتاع دقيق الفورص و150 غرام نتاع القمح، صافي هادشي اللي غديروا، او دقيق الفينو. بالنسبه هنا للمقادير عندي كما قلت لكم دقيق الفورص ودقيق القمح، وكذلك واحد طويبات نتاع السكر، حيت ما عندي السكر سنيده درت هنا طويبات. معلقه كبيره مسوحه نتاع الخميره الفوريه واللي تعطينا لذه. معلقه كبيره نتاع حليب نيدو المجفف اللي تيعطينا واحد اللذه وواحد التحميره لهاد الخبزه رائعه. وهنا راه جمعت عادي العجينه ديالي بالماء دافي صافي. هنا من بعد ما وجد ليا داك اللحم والبصله وداك بطبيعه الحال المقادير اللي عندي في المقله، زدت هذاك المعدنوس كما قلت لكم 4 المعالق كبار مفرومين شويه غليظ المعدنوس، وزدتو صافي. هنا راه قريبه نطفي، وغادي نزيد هذاك المعدنوس ديالي وغادي نخليها تقلى على خاطرها، وراه تنغطي بطبيعه الحال، راه ما درتش الماء نهائيا. هنا في العجينه غادي ندير اخر حاجه فيها هي الملحه بطبيعه الحال، ونزيد الماء، راه كلشي تيعرف يعجن بطبيعه الحال. صافي غادي ندوب هذيك الملحه مع الماء، وغادي نعطي البنيه لهاد العجينه، عطيو البنيه. ونقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للعجينه التقليديه كيف تنعجنوها هكا في القصريه، راه ما كاين ما احسن منها تبارك الله، تدير لنا رياضه الكتيفات ديالنا. صافي هنا من بعد ما عجنت غادي نخليها ترقد ليا شويه في القصريه هكا، خصها تجينا خفيفه العجينه باش تحصلوا على واحد النتيجه اللي رائعه. هنا غطيت العجينه ديالي، هنا راه كما قلت لكم درت الخبز، يعني هنايا عندي الخبزه الكبيره بطبيعه الحال اللي هذيكم ما تشوفوش فيها، ما لكمش كاع ما تشوفوا فيها. هنا عندي قرصه كيف تشوفوا ملويه كبيره، وعندي كذلك خبزه صغيره، يعني خبزه كبيره شويه خبزه صغيره. غادي نجيب بطبيعه الحال الطاوله اللي غادي ندخل هاد الخبزه طيب فيها دهنتها شويه الزيت. غادي نطلق الخبزه الكبيره هي الاولى كيف تشوفوا، غادي نديرها الطريقه هذه، غتسهل ليا دغيا تقراص وغتجيني رقيقه. حيت هاد الخبزه هذه خصها تجينا رقيقه، حيت يجيو 2 خبزات بطبيعه الحال، الخبزه الاولى والخبزه الثانيه اللي مغطيه بها من بعد ما نحشيو الحشوه ديالنا. صافي هنا في الطاوره عندي كبيره انايا، قرصت مزيان حتى رققتها وطلعت الجناب نتاع العجينه على الطاوه كيف تشوفوا، راه طلعت الجناب. غادي نجيب هذيك الحشوه اللذيذه والرائعه اللي ما نقول لكمش النكهه نتاعها، براس الحانوت كما قلت لكم معلقه صغيره مسوحه، وسكنجبير بطبيعه الحال، ورشه نتاع هذيك السودانيه اللي بغيتو تكثروا. انا درت غير رشه خفيفه ما جاتش باينه، ولكن اللذه تاع والكوزه تعطي واحد النكهه اللي رائعه بزاف، راس معلقه نتاع الكوزه. صافي هنا راه درت هذيك الحشوه ديالي وقرصت بطبيعه الحال باش تشد ليا في العجينه اللي دايره من التحت هذاك اللحم والبصله. هنا عندي 4 البيضات اللي مسلوقين وقطعتهم دواور، ورشيت عليهم شويه البزر باش ما تجيش جفوريه.
الزفوريه عفوا. هنا عندي 16 الفرماجه. 16 الفرماجه اللي تعطيها واحد اللذه خاصه لهذا الخبز. بالنسبه للخبزه الريسانيه راه ما تيديروش فيها الفرماج، يديروا فيها اللوز وهاد العناصر البيض واللحم والبصله. انا زدت هنا الفرماج، ما درتش اللوز حيت ما توفرش عندي. نتوما ضروري ديروا اللوز لا بغيتو، او ما توفرش عندكم بحالي بلاش. هنا شفت البيض كيف تشوفوا فوق من اللحم. زدت الفرماج اللي تنقطع كل فرماجه على نص، كل وحده على نص كيف تشوفوا. تجي رائعه رائعه بزاف 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 بزاف. غادي نكمل التستاف ديال الفرماج. صافي هنا من بعد ما استفت الفرماج ديالي والبيض وهذوك العناصر كاملين، غادي نجيب الخبزه الثانيه اللي غادي نغطي بها، اللي صغر من الخبزه الاولى. كيف تشوفوا حتى هي درت لها نفس العمليه نتاع بين يديا هكا هكا، مره نرميها اليمين مره نرميها اليسار. هنا داك راه عود نتاع المعدنوس، والمعدنوس راه صحي بزاف، رجعته خرج قلت لي رجع البلاستيك. صافي هنا غادي نقبط وغادي نوصل كيف تشوفوا هذوك الجناب ما يكونوش غلاض، غادي نوصلهم على الراس اللي طلعت. شفتوا هكا غادي نبدا نغطي الخبزه ديالي، وهذاك العجينه اللي طلعت في الجناب غادي نخليها باينه باش نغطي بها عاود. صافي هنا من بعد ما دخلت هذيك العجينه وسط وغطيت هذاك الحشوه ديالي، غادي نجي وغادي نبدا نجمع الجناب كيف تشوفوا بحال هكا، باش ما تفرقش ليا الخبزه تكون تطيب. شوفوا بحال هكا، انا قربت لكم تنجمع هاد الجناب بصبعي بحال هكا باش نغطي هذيك الحشوه وما تفرقش ليا الخبزه الفوقانيه من تكون طيب على الخبزه التحتانيه بطبيعه الحال، ويجي المنظر ما زوينش. هنا دهنت يديا بزيت المائده وغادي نجلس نقرص بحال هكا هذوك الجناب باش ما نخليهمش غلاض، حيت الخبزه الريسانيه خصها تجي رقيقه ما تجيش غليظه. كيف تشوفوا تبارك الله العجينه راه مدلوكه، عطيوها الدليك. ما شاء الله، شفتوا الفقاعات فيها ما شاء الله مدلوكه، ودالكها لاله مولاتي صافي هنا غادي نجلس نقرص بحال هكا كيف تشوفوا بالجناب حتى نتاكد انني سديت هذوك الجناب لحمتهم، وكذلك قرصت الخبزه ديالي ودرتها قد طاوه تبارك الله راه كبيره. هنا غادي نجيب واحد الفورشيط اللي دهنتها بزيت المائده، وغادي هنا تنوريكم الفقاعات زعما راني حادقه. وهنا غادي نجلس بحال هكا في الجناب نسد بحال اللحم شفتوا، ونعطي حتى واحد الشكل زوين الخبيزه ديالي في الجناب. صافي لحمت هذوك الجنيبات، غادي نجي دابا وغادي نبدا بحال هكا نخشي هذيك الفورشيط باش ندير تقيبات في الخبزه باش ما تكون داخله طيب ليا ما تفرقعش ليا. وراه شعلت الفران من قبل بطبيعه الحال من الفوق ومن التحت، الخبز نطيبو من الفوق للتحت، غنحطها في الرف الوسطاني ونخليها طيب ليا. من بعد ما طابت لي الخبزه ديالي، هذه هي النهايه ديال هاد الخبيزه الرائعه والغزاله والنتيجه اللي تنحصلوا عليها الرائعه. شوفوا تبارك الله التحميره ديالها كيفاش دايره، يعني محمره واحد التحميره اللي غزاله. هذيك المعلقه نتاع الدقيق تعطيها واحد اللذه وواحد اللون اللي رائع بزاف. شوفوا تبارك الله الخبزه راه كبيره ما شاء الله، راه ياكلوا فيها تبارك الله 8 الناس ما شاء الله. شوفوا اش نقول لكم، احنا ما شبعناش منها، ديروا وحده وحده لواحد حسن في هذا الحجم هذا تبارك الله راه لذيذه 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 بهذاك راس الحانوت ما نقول لكمش. وراه قلت لكم راه فرق ما بين راس الحانوت وما بين المروزيه. هنا تنفتحها على هذا الشكل هذا باش نقسمها، قسمتها هكا ونعاود نقسمها هكا ونقسم عاوتاني طريفات. يعني شفتوا كيفاش قسمتها راه باقا هنا دافيه. شوفوا تبارك الله كيفاش جات ما نقول لكمش، طريفات نتاع اللحم باينين، البيض راه صحيه هاد الخبزه تبارك الله. ولا زدتو كذلك فيها اللوز والفرماج ما شاء الله عامره بالبروتين ما شاء الله، ولذيذه وغزاله المعدنوس هذاك راس الحانوت النكهه نتاعو ما شاء الله ما شاء الله. والله الا جربوها راه لذيذه بزاف بزاف بهذه الطريقه. طيبوا اللحم على هذا الشكل اللي شفتوا، راه ما درتش فيه نقطه نتاع الماء ابدا. وهنا بطبيعه الحال الا قلنا الخبيزه الريسانيه غندير واحد الكويس نتاع اتاي على حقه وطريقه. ها هو خوتي اتاي الحاضر الناظر مع الخبيزه الريسانيه الغزاله واللذيذه والرائعه. عائلتكم غتحماق على الضياف الا جاو عندكم وجربوتو ودرتوا لهم هاد الخبيزه وجربوها وكالوها عندكم، راه ما تلاوش غيحيدوا من عندكم غيقول لكم حنا قاعدين هنا باش ديروا لنا الخبيزه. والله الا لذيذه خوتي جربوها على حسابي، تجي غايه في الروعه وغايه في اللذه بزاف بزاف ما تشبعوش منها. والسلام عليكم حتى لا فيديو اخر، وما تنسونيش بلايك وبالاشتراك والبارطاج الفيديو، وان شاء الله يا رب هذه القناه توصل بكم احباب قلبي، وبسلام عليكم. يا ليلى وصلت